بتحاول تذاكر مع ابنك وتلاقيه مش مركز، بيسرح وبيزهق وبيرفض يكتب. بتقول لنفسك هو ابني غبي؟ ليه مش زي باقي الأطفال؟ اسمعني للآخر، ممكن ابنك أذكى من كل اللي حواليه بس انت مش عارف توصل له صح. في الفيديو ده هقولك أسرار علمية من دراسات حقيقية وهتكتشف إن ابنك محتاجك مش محتاج توبيخ. في الجزء الأول، أسباب الكسل وضعف الاستيعاب من منظور علمي. 1. مش كل طفل بيتعلم بنفس الطريقة، في طفل بصري وطفل سمعي وطفل حسي حركي. الدراسات الحديثة بتقول إن 70% من مشاكل الاستيعاب سببها إن طريقة التعليم مش مناسبة لنمط الطفل. رقم 2، نقص في التركيز مش ضعف ذكاء. في دراسة من جامعة هارفارد، الأطفال اللي بيبان عليهم الكسل ممكن يكون عندهم ADHD، يعني خفيف أو اضطراب انتباه غير ملحوظ. 3، الخوف من الفشل بيمنع المحاولة. الطفل اللي بيتقال له أنت فاشل، أنت غبي، بيفقد الرغبة في المحاولة أصلا، وده بيوصل للكسل والانغلاق. في الجزء الثاني، الحل العملي خطوة بخطوة. 1، ابعد عن المقارنات. شوف ابن خالتك شاطر ازاي، جملة بتقتل ثقة الطفل في نفسه. بدل كده قول له انا شايف انك ممكن تبقى احسن من كده ونشتغلوا سوا. رقم 2، قسم المعلومة لأجزاء صغيرة. الدراسات بتقول ان الطفل بيفقد التركيز بعد 10 دقايق. قسم المذاكرة ل5 دقايق، بعد كده راحة، بعد كده 5 دقايق، وهكذا. رقم 3، شجعه حتى على المحاولة الفاشلة. أنا فخور إنك حاولت حتى لو غلط. الجملة دي بتغير دماغه وبتخلي المعلومة تثبت أسرع. رقم 4، استخدم الألعاب والقصص. هنعمل فيديو تاني قريب جدا عن أفضل الألعاب اللي تنمي الذكاء من سن 4 ل 12 سنة. في الجزء الأخير والخاتمة يا جماعة، ابنك مش غبي ولا كسول ولا فاشل، بس ممكن هو محتاج طريقة مختلفة، محتاج حضن، محتاج تشجيع، محتاج حد يشوفه وهو بيغرق. ابعت الفيديو ده لكل أب وأم، لأن طفلك بيستاهل فرصة تانية، وده دورك. في رعاية الله.